كيفاش المواطن دابا تهضر على الحمايه الاجتماعيه وكتطلب منه يخلص هو مازال كيدابز مع البصله ومطيشه؟ شحال هذه ما عمرو كان عنده مشكل بالبصله ومطيشه. واش عباد الله نخدموا نضربوا ثماره ونجمعوا الفلوس باش حيت المرض نداوي راسي؟ اكثر من النص ديال الوزراء ما يقدروش يهضروا. وشنو هي السياسه اللي ما كاينش تهضر؟ ما يقدرش يهضر بلا ما يقرا ورقه، ما يقدرش يقنع. هادو اللي غيبيعوا لنا الحمايه الاجتماعيه، هادو غادي يوعيوا المواطن باش ينضم للنظام تعاضدي وتضامني ويقولوا له غادي تخلص 150 درهم. ملي يكونوا السياسيين ديالنا ناقصين ابداع وناقصين ذكاء ناقصين تصور، التنزيل غادي يفشل. حنا عندنا خبع فلوس لدوير الزمان. شنو هي دوير الزمان؟ تحب باش ديروا مشروع باش تسافر؟ الصحه. دوير الزمان هي الصحه. ضروري جدا انني نكون معكم اليوم، وكيعجبني ما تيكونوش السياسيين، يعني ما كيكونوا لا وزراء لا حكام لا الشخصيات داك الشيء ديال باش نكونوا بيناتنا وتنهضروا بلا مجامله وبلا زواق بلا تا وداك الشيء اللي كنحسوا به. وطبعا كاين واحد المقبلات هو اننا كلنا ملكيين، تنحبوا الملك ديالنا وتنبغيو بلادنا وطنيين وتنبغيو ديننا، وحنا مع الوحده الترابيه ديالنا والصحراء المغربيه. نحيدوا هذه النقط باش اللي قلناه كله ما يخصوش اي حاجه بنت لكم كضرب هذا في هذا عقبه ما كاينش. دونك هادو ثوابت ما كنتكلموش وتنبغيو نقولوا شي حاجه اللي ماشي في السياق ديالها. العنوان ديال هذا اللقاء اليوم اللي هو الحمايه الاجتماعيه بالمغرب بين التنفيذ السياسي وانتظارات المجتمع. إذن خصنا نعرفوا شنو هي الحمايه الاجتماعيه، حيت الحمايه الاجتماعيه ملي تعرفات في نهايه الحرب العالميه الثانيه وحددنا لها الوعاء ديالها، ما عاودناش رجعنا للتعريف ديالها، بقى داك المفهوم والو، ولكن الامور تغيرت، الانسان تطور، فالحمايه الاجتماعيه خصنا نعيدوا فيها النظر والوعاء يتوسع اكثر. اذن شنو تقصد بالحمايه؟ الحمايه هنا في هذا السياق المرادف ديالها هو تامين، تنحثوا على شي حاجه باش نامنوا نفسنا من شي حاجه. مناش غنامنوا نفسنا؟ من مخاطر. هذه المخاطر باش تتعلق بالانسان، حيت الحمايه الاجتماعيه ما دخلش فيها الممتلكات، دخل فيها الانسان. اذا الانسان خصنا نحسبوا له ملي كيتولد، اذا الولاده او الحمل، ملي يبدا يمشي على رجليه شي شويه ويهضر، خصنا نقريوه على الدراسه والعلم والتمدرس. ما دخلش في الاجتماعيه، في الحمايه الاجتماعيه. انا واش نقول توسيع الوعاء ديال التعريف الحمايه الاجتماعيه، اذا هذه ما دخلش. حنا الا امنا الشخص المواطن المغربي من الجهل والاميه اللي حنا اليوم غرقانين فيها 50% ديال الاميه عندنا، اي حمايه اجتماعيه تتكلمون عنها الا لم يكن هناك تمدرس اجباري، وماشي تمدرس اجباري النظري يعني ديال الشفوي والسماوي، لا تمدرس حقيقي ونمشيو للقرى ونشوفوا واش بصح الاطفال تيقراو، واش الاميه قضينا عليها ولا مازال. ما يمكنش تكون حمايه اجتماعيه بدون القضاء على الاميه. اذن ها مفهوم جديد ديال الحمايه الاجتماعيه. كبر الوليد شي شويه ودخلناه للدراسه، خاصو تامين على الصحه ديالو، وهذه الصحه كلاسيكيا هي موجوده في الحمايه الاجتماعيه. قراو سال الدروس ديالو، سال المسيره العلميه ديالو، وخدا شهاده، خصو يحصل على العمل. انا العمل ما داخلش في الحمايه الاجتماعيه. ملي كيكونوا عندنا البطاله، اي حمايه اجتماعيه نتكلموا عنها في عدم وجود عمل شغل، ما كايناش حمايه اجتماعيه. ان حنا مستثنين تندرس في الحمايه الاجتماعيه، مستثنين الحق في العمل. عندنا الدستور تيتكلم في احد الفصول على الحق المواطن في الشغل. ملي تيجي التعريف ديال هذا الشغل في الدستور، يعني ان الحكومه ملزمه باتخاذ جميع الوسائل اللازمه والتدابير لتيسير الولوج الى العمل، ماشي لتوفير العمل، لتيسير. يعني خاوي ما كاين حتى حاجه، ما كاينش خدمه، ما كاينش خدمه، دبر راسك طيح ونوض نتاع الخدمه. وانا ضد اننا نعطي كل شيء، انا مفرش مضوء ناضي ونقول له سرط. خص المواطن يقلب على راسه، ولكن ما نقولوش الحق في العمل. اي حق تعطيني انت كتسهل لي فقط، ماشي كتعطيني الناس نسميو الحق في العمل. ثم الحق في السكن. انا الا جيت نقرا الدستور يعطي الحق في السكن، واش المواطن اللي كيدير 30 عام وكيبغي يتزوج يقول له هاك السكن؟ انشد الكلمه ديال الحق في السكن. ما كايناش الحق في السكن. ملي كنرجعوا للحق ان الدوله ملزمه بتسيير جميع الوسائل والامكانيات والتدابير لكي يلج المواطن الى السكن. يعني والله ما جبتي فلوس لا شريتي السكن، شنو تسهل لي؟ عرفتي شنو التوسير؟ يا توجد لك الموثق اللي يدير لك العقد، يا توجد لك البنك اللي تعطيك قرض، هذا هو التيسير، وتوجد لك وعاء عقاري باش تشريه. دونك فين الحق في السكن.
اذا ملي كبر هذاك الشاب المواطن وقريناه خصنا نوفروا له فرص العمل. ملي كنتكلم على فرص العمل هنا فين تيخص الذكاء والابداع ديال الحكومه باش تخلق لنا استثمارات، باش تخلق مناصب الشغل. الحكومه ملي التزمات في الحمله الانتخابيه ديالها قالت غادي نوجد مليون منصب شغل، دوزنا عامين المفروض نكونوا وفرنا 500,000 منصب شغل او 350 او 400,000 منصب شغل، مازال موجود حتى شي حاجه. فين الحمايه الاجتماعيه؟ الا ما وفرتلكش الظروف باش يمكن لك تلقى العمل. وملي سالينا من العمل وفرناه، كاين واحد المشروع ديال الاوراش سمعتوا عليه؟ عرفتوا شنو سميت الاوراش كيدخلوا يخدموا شهرين 3 شهور وتيجروا عليهم وتيحسبوا لي في احصائيات وتيقول لي الحكومه حنا شغلنا العام الاول 100,000 منصب شغل خلقنا، ودابا هذا العام غادي نديروا 350,000 شغل منصب شغل. وديال اش هادو؟ ديال الاوراش. شنو هي اوراش؟ هي الدوله ملي كتبغي تسبق شي مدرسه كدير صفقه عموميه، كتعيط للسباك كتقول المقاول الله يخليك دخل لي السباك، كيدخلوا داك السباك يخدموا شهرين سنه المشروع. سماتها خلق مناصب شغل. وغادي نساليو التالي ديال الولايه ديالهم ونقولوا حنا وصلنا للمليون. وملي غادي نجيو نقلبوا بصح، حيت هادشي مازال نقلبوش، هادشي الكلام ما عندناش كيفاش نديرو نقلبوه. غادي نلقاو راسنا ما خدمنا حتى 50,000 ولا 100,000 على المليون اللي وعدنا. اذن اي حمايه اجتماعيه نتكلم عنها؟ حنا بقينا محدودين وسجناء ديال المفهوم الحمايه الاجتماعيه ديال الحرب العالميه الثانيه، تغييرات الامور. الحمايه، واش كاينه حمايه اجتماعيه بدون سكن؟ كيفاش يكون عندك انسان كتشوف امراه بوليداتها جالسه في الشارع، ساكنه في الشارع، فين هو دور الدوله؟ ملي تلقى شخص داب 30 عام و40 عام و50 عام ومازال جالس مع موبا في الدار، ما عندوش شغل وما عندوش سكن، فين الحمايه الاجتماعيه؟ حيت حنا رجعنا قلت لك سجناء. الحمايه الاجتماعيه هي التغطيه الصحيه، احقاء الرميد، التغطيه الصحيه الاساسيه والتقاعد والتعويضات العائليه، هذه الحمايه الاجتماعيه ماشي ديال الحمايه الاجتماعيه. هذا بطر للمفهوم الحقيقي للحمايه الاجتماعيه الذي يجب توسيعه واعاده النظر في الوعاء المؤسس للحمايه الاجتماعيه. اذا الحمايه الاجتماعيه شحال فيها من عنصر؟ شحال فيها من عنصر؟ فيها التعويضات العائليه، فيها الحمايه الامومه، فيها تعويضات البطاله، فيها التعويض عن اصابه العمل، فيها اعانه في المرض، فيها حمايه صحيه، فيها معاش الشيخوخه، فيها معاش الاعاقه، وفيها معاش الورثه. هادو كلهم ديال منظمه العمل الدوليه. هادو ما عندناش حنا كلهم وعندنا ناقصين، ولكن نزيدوا عليهم التمدرس اللي تكلمت عليه، ونزيدوا عليه السكن، ونزيدوا عليه الشغل. عاد يمكن لي نتكلم على وعاء كامل ديال الحمايه الاجتماعيه. إن فينا حنا من الحمايه الاجتماعيه بعاد، ولكن اليوم غادي نتكلم على الوضع. تاريخ انتم عارفينه، بدينا في 1917 اول قانون تيتكلم على شي حاجه سميتها الحمايه الاجتماعيه المتعلق باحداث صندوق الاحتياط الاجتماعي. 1930 خلقنا واحد جوج نظامات، نظام المعاشات المدنيه والصندوق المغربي للتقاعد. وفي 27 الظاهر ديال حوادث الشغل اللي تم التغيير ديالو في الشكل في 1963. وفي 43 الظاهر ديال الامراض المهنيه. 59 خلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشره بعد الاستقلال، تم التغيير ديالو بظاهر 72. من بعد خلقنا القانون 18 جوج ديال حوادث الشغل، والقانون 65 00 ديال التغطيه الصحيه الاجباريه. مزيان. صاحب الجلاله كان عنده دائما هذا المشكل هاجس ديال الحمايه الاجتماعيه، وتكلم فيه اول مره في 2018 وتكلم فيه في 2020 وتبنى هذا المشروع. هادشي باش نقولوا حنا المشروع الحمايه الاجتماعيه هو مشروع ملكي، ويكفي انه يكون مشروع ملكي باش حنا على الاقل كنضمنوا بان هذا المشروع سيرى النور، فقط لانه ملكي. حنا كنعرفوا بان كل شيء غينخرط السياسيين، ولكن للاسف ملي يكونوا السياسيين ديالنا ناقصين ابداع وناقصين ذكاء ناقصين تصور، التنزيل غادي يفشل. وهذا الشيء اللي كنعيشوا اليوم. علاش الناس كيمشيو يحرقوا دابا فرنسا؟ لجوج ديال الاسباب. السبب الاول، فرنسا اللي ما بقاتش عندنا معيار. فرنسا بانت على حقيقتها، يعني ما حقيقه عارفين ما كاين لا حقوق الانسان ولا حتى شي حاجه. كيمشيو حيت كاين احترام في يد الانسان. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي التطبيب، العلاج بالمجان. الا مشيتي انت براني لفرنسا، براني مشيتي من المغرب، هادشي اللي كيديروا الشخصيات ديالنا اللي كيمرض كيمشي لفرنسا يتعالج، او دوله اجنبيه. هو كيحط 50 مليون عمليه، وقدامه في نفس القسم حارس عماره فرنسي كيدير العمليه بالمجان. هادشي علاش الناس تيحرموا على جوج الحوايج، حيت كيحترموهم تما كانسان، وحيت عندهم العلاج بالمجان، علاج المستوى اللي عندهم، لانه هو من احسن وافضل الانظمه الاجتماعيه في العالم هي فرنسا.
حنا عندنا خبع فلوس لدوائر الزمان. شنو دوائر الزمان؟ تعرف باش دير لهم مشروع باش تسافر الصحه. دوائر الزمان هي الصحه. لا خانتك صحتك تلقى فلوسك احسن منك. واش عيب الله نخدموا نضربوا ثمره ونجمعوا الفلوس باش حيت المرض نداوي راسي؟ إذن مشى تحقق هذا المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه فعلا غيكون حلم تيتحقق في المغرب. ولكن كيفاش غادي نحققوه وحنا عندنا سياسيين اللي نتوما عارفينهم كيفاش دايرين؟ حاليا بعد الحكومه اللي عندنا اليوم كاين واحد العدد كبير من اعضاء الحكومه اللي اعلى من كلهم يوصلوا له رئيس مصلحه في الاداره العموميه، رئيس مصلحه، ولكن لقى راسو وزير. اكثر من نص ديال الوزراء ما يقدروش يهضروا. وشنو هي السياسيه ما كنتيش تهضر؟ ما يقدرش يهضر بلا ما يقرا الورقه، ما يقدرش يقنع. هادو اللي غيبيعوا لنا الحمايه الاجتماعيه، هادو غادي يوعيوا المواطن باش ينضم للنظام تعاضدي وتضامني ويقولوا له غادي تخلص 150 درهم. هو ما يقدرش يهضر، ما يقدرش يدافع على مشروع. سبب ثاني من الاسباب اللي غيجعلنا نلقاو صعوبه في التنزيل هي الموارد البشريه والسياسيه اللي اليوم كتولى المسؤوليه ديال تنزيل هذا المشروع. يعني لو كان هذا المشروع جاء في عهد حكومه فيها اعضاء مستوى عالي من الذكاء والخبره والتجربه والعلم كتكون عندنا حظوظ اكثر. فمن سوء الحظ ان هذا المشروع المهم جدا تاريخي، هذا سيشهد له التاريخ، سيشهد لنا التاريخ هذا المشروع هذا. اذا ما تضامنوش نبنيو مشروع ديال التضامن مبني على التضامن وليس هناك تضامن ما بين جميع المكونات ديال المجتمع، مجتمع مدني سياسيين ومواطنين، ما يمكنش. اذا خص اعضاء الحكومه يشمروا شي شويه على كمامهم ويخرجوا عند المواطنين ويقربوا لهم ويشرحوا لهم هذا المشروع مزيان ويتكلموا معاهم ويقولوا لهم ها العراقيل اللي لقينا وها باش يمكن لنا ننجحوا وها شنو خصنا نديروا وها المراحل الى اخره. تكون عند المغربي الرؤيه، تكون عنده وضوح باش حتى هو ينخرط، حيت ما نخرطش ما غاديش ينجح المشروع. اذا موارد بشريه، صعوبه في التواصل، صعوبه في التمويل. يعني الفلوس اللي كانت غادي تجيب الدوله من جهات اخرى موجوده، ولكن الفلوس اللي غادي ناخذهم من المواطن انا هنا عندي نقطه استفهام. نجاح مشروع ديال الحمايه الاجتماعيه وحنا عندنا البطاله عمرها ما وصلت للعدد ولا الرقم اللي وصلنا له هذه السنه. سبحان الله العظيم، بعد التضخم والبطاله قد صدفه ياك سي 11 12 ضرب ولي سوء حظ هذا الوقت هذا عاوتاني هو ان جاتنا التضخم هذا. كيفاش المواطن دابا تهضر على الحمايه الاجتماعيه وكتطلب منه يخلص هو مازال كيدابز مع البصله ومطيشه؟ شحال هذه ما عمره كان عنده مشكل بالبصله ومطيشه. دابا المشكل ديال الجوع، ديال الماكله، ديال الكرش كيتطرح. شحال هذه ما كانش يتطرح. اذا هو ظرف اخر من الظروف اللي غتخلي هذا المشروع والتنزيل ديال هذا المشروع صعب. الا قال لك انا ما لقيتش باش ناكل وانت كتقول لي خلص 150 درهم، وشنو هي 150 درهم؟ راني كنجلس مع المواطن ونجلس نهضر معاه. اش كدير الشريف في الخدمه؟ انا شوف كل نهار ورزقو يعني نهار نخدم نهار كتخدم شحال كتصور؟ 100 درهم مزيان. انا غندير غير 50 درهم في النهار ونقولوا كل نهار كتخدم مزيان. اييه شحال هي في الشهر؟ 1500 درهم مزيان. واش تجلس في القهوه؟ تنجلس خطره في الصباح وخطره في العشيه. شحال كتخلص في القهوه؟ 6 دراهم في الصباح و6 دراهم في العشيه، ونقص لي واحد 6 دراهم في الصباح نخبعها وناقص شويه من هذه وناقص شويه من هذه غادي نخلصها. ولكن هو ما مقتنعش. شي الدور ديال السياسيين فين كاين؟ هو انهم خصهم يقنعوهم بانه راه هذا مشروع تضامني، راه الا ما كانش التضامن ديال المجتمع ديالنا كله ما غاديش ينجح. هذا التعويض على فقدان الشغل حتى هو فشل. علاش فشل؟ حيت ملي كيمشي للصندوق يقول له اعطيني المطبوع باش نعمرو ونستافد، تيقول له ها هو المطبوع، ولكن راه خصك تمشي عند المشغل ديالك باش يطبعوا لك ويوقع عليه. واش هو دابز مع المشغل ديالو؟ دابز معاه، طردوه دابز معاه. انتم كتعرفوا الا طلقنا كترجع الحرب الاهليه بيناتنا، حراك المشغل مع الاجل ديالو. غيمشي عند المشغل ما كيبغيش يصوب له، كيبقى هو طالع هابط وما كياخذش التعويض. كيمشي عند الصندوق يقول له وسير للمحكمه حيت تحكمك المحكمه اجي نخلصوك. علاش درنا التعويض عن فقدان الشغل؟ علاش دار لان غياخذ فيه هو 2000 درهم. ديال اش 2000 درهم؟ باش هذاك السيد ما يمدش يديه وما يخرجش في الشارع. الا كان تيشد 3000 درهم ولا 4000 درهم في الشهر ملي كان خدام ملي يحس بالاستقرار شرا دار كيخلص 1000 درهم في الشهر على الدار ديالو او 1500 درهم. اذا غيخرج من الخدمه ويتطرد. كنقول له هاد التامين هاد تعود على فقدان الشغل كنضمن لك به بانك بعدا تخلص ديك الطريطه اللي كتسالك باش ما تخرجش في الشارع، باش ما يديروكش الدار فيها يحققوا ذاك الرهن ويبيعوها في المزاد العلني ويخرجوا لك الشارع انت وليداتك. اذا فيه الاستعجال، مساله تتعلق بالحياه ديالو، الاستمراريه في الحياه. ملي كيجي الصندوق تيقول له سير للمحكمه، اذا مشينا عامين خرج السيد خرجوا للصندوق والدار تباعت
في المزاد العلني وطلق المراه والدراري يخرجوا من المدرسه. علاش؟ حيت هذيك 6 شهور اللي غينتعش فيها هو بديك 2000 درهم ما عطيناهاش الحكومه. وعاد بهذه المساله هذه راها كتشتغل على تصحيح هاد الشروط والمعايير ديال الاستفاده من التعويض عن فقدان الشغل. ملي جينا بغينا نديروا التغطيه الصحيه الاجباريه وغادي يستافدوا منها دابا الناس كلهم، اللي خدام واللي ما خدامش، كلشي عنده تغطيه صحيه وكلشي عنده تعويضات عائليه وكلشي عنده تقاعدات في افق 2025. واش ما كانش من الاشجر اننا نطهروا بعد الوضعيه ديال الناس اللي خدامين دابا في المقاولات وما مصرحش بهم المشغل؟ غادي ندخل هذاك اللي ما عمرو ما كيخدمش، هذاك اللي كيبيع الخضره غيدخل للتامين، هذاك اللي كيسير الصباط غيدخل للتامين، هذاك النجار غيدخل للتامين، هذاك الطبيب اللي تا هو ما كانش عنده تامين غيدخل للتامين، المحامي غيدخل للتامين، المهندس كاع المهن الحره والعاملين الغير اجراء تا هما غادي يستافدوا وغيكون عندهم تامين. ولكن الناس اللي خدامين دابا خدامين اجراء عندهم الصفه ديال الاجير، خدامين في المقاولات في النسيج في العقار في البني، خدامين في المقاهي وفي المطاعم اللي كتمشي عندهم ما مصرحش بهم شحال تخدم عنده 15 عام، ملي غيدير 60 عام ما عندوش تقاعد، اليوم ما عندوش تغطيه صحيه، تعويضات عائليه ما عندوش، وهادو الاحصائيات ديالهم عرفتوا شحال؟ 1 المليون. اذا واش ما كانش من الاحسن بعدا من الافضل نبدا نطهر بعدا نقيد كلشي بعدا اللي خدام اللي عنده وضعيه خدام اجير عنده صفه اجير ندخلوا لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.